فيلمنا النهاردة هو ديد سي، واللي بتفكر فيه بنتين انهم يقوموا برحلة غريبة واللي ممكن تكون اسوأ رحلة في حياتهم كلها بعد لما بتحصل لهم احداث في وسط البحر واللي هتكون سبب في نهاية حياتهم. بس كل ده هيحصل ازاي؟ ده اللي هنشوفه في فيلمنا. بنبدأ الفيلم مع كايا وهي بتحضر فطار لاخوها الصغير بعد لما بتموت امهم، وبيكونوا هما الاتنين عايشين مع ابوهم واللي كان عنده صدمة من موت امهم. وبتضطر وقتها كايا تسيب اخوها الصغير مع ابوها، وبتقول له انها رايحة مع صاحبتها ومش هتتأخر. تبدأ توصيه وقتها على اخوها وانه يخلي باله من دواء السكر بتاعه. وبعد شوية بتقابل كايا صاحبتها ليسا واللي كانوا أصحاب من فترة كبيرة جدا. تاخدها تيس وقتها وبتعرفها على أصحابها الجداد اللي كان منهم حبيبها جوليان اللي بيعرفها بصديقه جوليان اللي بيفاجئوها وقتها إنهم هيقوموا برحلة لجزر البهامس. طبعا كايا ما كانتش تعرف إنهم هيقوموا بالرحلة دي، بس بتقدر تيس إنها تقنعها. ده السبب اللي بيخليها تتصل بأخوها وبتقوله إنها تتأخر شوية. للأسف كايا ما كانتش تتخيل الرحلة دي هتسبب لها ايه. تحاول وقتها تستخفف عنها وبتفهمها انها محتاجة الرحلة دي، بمعنى انها محتاجة تغير جو. بتوعدها انها ترجع من الرحلة مبسوطة قوي. اول لما بيغيروا هدومهم بيكتشفوا انهم هيقوموا بالرحلة ويروحوا لجزر البهامس عن طريق الجيت سكي. بيبدأ زاندر ياخد تليفون كايا عشان يمنعه من سقوط في المية، وبأقصى سرعة بعدها بيتحركوا للجزر. وبعد مسافة مش طويلة بيقدروا يوصلوا لجزر البهامز. هناك بيقدر زاندر يعترف بكايا انه معجب بيها، وبعدها على طول بيحاولوا يستمتعوا بأكبر قدر من وجودهم في المكان. بيبدأوا انهم يكتشفوا كل الكهوف اللي موجودة. طبعا بتقدر كايا تقرب من زاندر اكتر. في نهاية اليوم بيقرروا انهم يرجعوا للشط مرة تانية. للأسف وهم راجعين بسبب سرعتهم الجنونية مش بيقدروا يسيطروا على الجيت سكي، وبيخبط الموتوسيكلين في بعض وبيقعوا بعدها الأربعة في البحر. بيتصاب زاندر إصابة خطيرة في دماغه، وللأسف مش بيلاقوا صاحبهم جوليان. بتعدي فترة كبيرة عليهم وهما موجودين في البحر، وكمان بتبدأ أسماك القرش إنها تقرب منهم. لحسن حظهم بعد شوية بتقرب منهم مركب صيد، وبسرعة بيقرب منهم صاحب المركب وبيحاول ينقذه. طبعا وقتها بتكون إصابة جوليان خطيرة. وقتها بتبلغ الصياد كايا ان ليهم زميل تالت ولسه ملقوش في البحر. ساعتها بيسألها هو حد معاهم تاني، فبتجاوبه لا. وبعدها بتقوله انه ممكن يتصل بالمساعدة عشان يجي ويساعدوهم. وبيبدأ راي الصياد يغيب عنهم وبيجيله شوية افكار. في الوقت ده بتقوم تيس وبتحاول تجيب لهم مية. بعد شوية بتبدأ كايا انها تقلق على تسعة، ده اللي بيخليها تسيب زاندر عشان تطمن عليها وتخش جوه. ساعتها بتقابل راي الصياد، ولما بتسأله عنها بيقول لها انها في الحمام. ترجع مرة تانية تسأله إن كان طلب المساعدة ولا لأ. وقتها بيأكد لها إنه عمل كده من بدري. بس فجأة بيبدأ راي يخرج قطن من الخزانة، بيحط عليها مادة غريبة، وبسرعة بيبدأ يكتم بيها نفس كايا لغاية لما بتفقد السيطرة وتنام. وبيبدأ راي يفتح التلاجة اللي موجودة على المركب واللي كانت مربوطة بسلاسل. بعدها على طول بيتحرك في المركب. ولما بتفوق كايا بتتفاجئ إنها موجودة في قاع المركب. ما كانتش لوحدها لأنها بتلاقي جنبها صاحبتها واللي كانت بتعاني من كدمة شديدة في جنبها. لما بتحاول توصل للباب بتلاقيه مقفول. لما بتلاقي مخرج تاني بتلاقيه هو كمان مقفول. ساعتها بيلاحظوا ان المكان اللي حواليهم فيه نقط دم كتير، كمان في خربشة على قطع الخشب اللي موجودة هناك. وطبعا ده خلاهم هما الاتنين مرعوبين. وفي تاني يوم بتسمع كايا صوت جاي من بره. بيبدأ راي وقتها يفتح الباب ينزل لهم مية واكل. تحاول وقتها كايا تستعطف راي، تقول له ان صاحبتها مصابة وكمان زاندر انها كمان ليها اخ صغير وعنده السكر ولازم تروح له دلوقتي. لما بتلاحظ انه مش مهتم بكلامها بتبدأ تطلع على السلم. ده اللي بيخلي راي يبدأ يزعق فيهم، يقول لهم ان المركب دي بتاعته وليها قوانينها، عشان كده هيتحرموا من الاكل والمرة التانية هيحرموا من المية. وبيرجع يقفل عليهم الباب مرة تانية. وبعد وقت مش كبير بتبدأ كايا تسمع صوت مرة تانية. المرة دي بتتأكد ان في صوت قارب بيقرب عليهم. فعلا بيطلع كلامها صح، وبيطلع ان في مركب بتقرب عليهم. نتفاجئ ان الشخص اللي على المركب بيستقبله راي. وقتها بيطلع الشخص ده على المركب وبيبدأ يفحص زاندر. بيأمر راي وقتها انه يجيب له مية عشان يشرب. وبعدها على طول بينزل راي ومع الشخص الغريب اللي بيبدأ يسأله مين في الاتنين مصابة. ساعتها بيقول له البنت على اليمين. ويبدأ وقتها يقرب منها ويحاول يكشف عليها. بيبدأ يشخصها انها عندها كسر في القفص الصدري، احتمال كمان وجود نزيف داخلي. لما بيطلع على ظهر المركب مرة تانية بيدي راي فلوس وبيقول له ان دي نصيبه من اخر عملية. يقول له كمان ان في مهاجرين جايين ولازم ياخدهم.
ويفاجئه وقتها وبيقوله انه اتعامل مع محامي مشهور جدا، ان المحامي ده محتاج فص كبد لبنته هيدفع في المقابل فلوس كتير قوي. ري وقتها كان كل همه الاشخاص اللي معاه. بيبدأ وقتها يقوله ان الاشخاص الاتنين مصابين، اما كايا فهياخدها طازجة. طبعا بنقدر نفهم انهم تجار اعضاء. الشخص ده دكتور وبيبدأ ياخد اعضائهم. طبعا كان اول واحد هيبدأ بيه هو زاندر. بتبدأ كايا تشوف اللي بيحصل له من فتحة صغيرة في الباب. طبعا الاتنين كانوا منهارين تماما، بس طبعا ما كانش في ايديهم اي حاجة يقدروا يعملوها. بس كايا وقتها ما بتيأس وبتبدأ تاخد حاجة تحاول تفتح بيها الباب التاني. بعد لما بيخلصوا زاندر بينزل راي عشان ياخد تيسا. لما بتحاول كايا تمنعه بيضربها. لما بتفوق من الضربة بترجع مرة تانية تحفر في الباب عشان تخرج. وبعد مجهود كبير منها بتقدر انها تفتح اخيرا الباب. وقتها كان راي بيجهز تيسا للعملية، وكانت اول حاجة كايا تعملها انها تدور على جهاز الراديو. بتحاول وقتها تطلب المساعدة، ولما مفيش حد بيرد عليها بتروح عشان تنقذ صاحبتها. بس كايا كانت ذكية لانها بتنزل لموتور المركب وبتحاول تبوظه، وبترجع بعدها تدور على سلاح عشان تدافع بيه عن نفسها، لغاية لما بتلاقي مسدس أسهم. تبدأ تستجمع قواها وتخرج للدكتور اللي كان موجود لوحده قبل لما يقوم العملية لصاحبتها، وبتقدر فعلا انها تضربه بالسهم. لما بتحاول تفك صاحبتها بيضربها، بس تيس وقتها كانت قدرت تفك نفسها. بتمسك المشرط وبتقرر انها تضرب بيه الدكتور اكتر من مرة لغاية لما بيموت. وبعدها بيطلع راي وبينصدم من المنظر اللي شايفه. ده بيعرف ان كايا هي اللي عملت كده، عشان كده كانت اول حاجة ان يخرب المركب اللي جنب مركبه عشان ما يقدروش يهربوا. وبيبدأ يدور عليهم على المركب. ساعتها بيلاقيهم نطوا هما الاتنين من المركب. بيعرف انهم بيفكروا يروحوا المركب الدكتور. لما بيحاول يشغل المركب بتاعته بيتفاجئ انها مش بتدور. لما بينزل للموتور بيلاقي ان كل الاسلاك مقطوعة. في نص الطريق مش بتقدر تيس انها تكمل. ساعتها بتطلب من كايا انها تسيبها وتمشي، بس كايا بتوعدها انها ترجع لها مرة تانية بالمساعدة. بتبدأ وقتها تعوم بكل قوتها لمسافة كبيرة لغاية لما بتقدر توصل في النهاية لمركب الدكتور. كانت أول حاجة تدور عليها للمرة التانية هو جهاز الراديو. ده اللي خلاها تدوس على كل الزراير اللي في المركب. تنجح فعلا وبتبدأ تطلب المساعدة. بعد أكتر من محاولة بيردوا عليها وبتبدأ تحكي كل اللي حصل لها. بيبدأ وقتها الشخص اللي موجود في جهاز الراديو يشرح لها انهم عشان ينقذوها لازم يحددوا موقعها. هيبقى عن طريق جهاز تحديد المواقع اللي موجودة على المركب. لما بتدور كايا في المركب بتلاقي جهاز لابتوب اللي كان موجود عليه كل جرائم الدكتور، اللي كان من ضمنها صورتها الشخصية. ترجع مرة تانية تدور على المنارة اللي قالت لها عليها. وقت لما بتدور بتلاقي فلير جان. بعدها على طول بتلاقي جهاز المنارة اللي قالت لها عليه. بتقول لها انه عشان يشتغل لازم ترميه في المية. اول لما بتروح عشان ترميه بتسمع خطوات على المركب. ده اللي بيخليها ترجع مرة تانية وتحاول تستخبى. ده لان فعلا قدر راي يجي هو كمان على ظهر المركب. المرة دي بيكون جاي عشان يخلص عليها، ورغم كل ده بتنجح كايا انها تستخبى منه. ترجع تطلع لسطح المركب ومعها الفلير جان. للأسف بيكون راي موجود وراها، بيمسك السكينة اللي معاه وبيضربها في بطنها. بس كايا وقتها مش بتيأس، والآخر لحظة بتحاول تدافع عن نفسها. بتحاول ساعتها تستغل راي وتخليه يقرب منها، عشان أول لما بيقرب منها وبغير ما يحس بتضربه بالفلير جان في بقه. وطبعا ده كان كفاية إن يموت أبشع موتة. في آخر محاولة ليها عشان تنقذ نفسها بتحاول ترمي المنارة في البحر بصعوبة شديدة، وبكل قوتها بتمسك المنارة وبتفضل تزحف لغاية لما بتطلع فوق المركب. كل قوتها بترميها في البحر. للأسف المسافة ما كانتش قريبة عشان تقع في البحر. وبتفقد كايا الأمل الوحيد اللي كان ليها عشان حد ينقذها. وبعد شوية بتدب رياح على المركب. ده اللي بيخلي المركب تتهز أكتر من مرة، وساعتها المنارة بتقع في المية اللي بتبدأ بسرعة تبعت إشارة عشان تتحدد مكانها. أول لما بيطلع النهار بتوصل وسائل المساعدة عشان ينقذوهم. لما بيوصلوا لها فعلا بتكون لسه بتتنفس. كمان بيقدروا يوصلوا لصاحبتها تيس اللي كانت هي كمان لسه عايشة. بتطمن وقتها كايا أول لما بتشوف أبوها وأخوها، بس الأكيد إنها ارتاحت لما شافت صاحبتها اللي كانت سبب في كل حاجة حصلت لها.